عملية الصيد في المناطق الصحراوية الليبية والتي يقوم بها مجموعة من الأجانب في الآونة الأخيرة أمر يدعو للقلق، حيث أن هناك قانون يجرمه ويحضره منذ فترة، وما يجري من انتهاكات تضعنا أمام العديد من التساؤلات حول من يسهل عمليات الصيد. وكانت تقارير سابقة قد كشفت عن قيام عدد من الخليجيين بعمليات الصيد في المناطق غرب ليبيا والصحراء لما تحويه من ثروة حيوانية من الغزلان والحبارة، ويبقى هؤلاء لأسابيع طويلة بحجة التسيح ليقوموا بعمليات الصيد بواسطة الصقور. هذا وقد ألقت اللجنة الأمنية العليا بمدينة غريان القبض على شخصيات قطرية رفيعة المستوى، حيث كان هؤلاء في طريقهم للصيد وبحوزتهم أجهزة اتصالات متطورة داخل الأراضي الليبية. وقام رجال الأمن ببوابة أبو غيلان بغريان بالقبض على 3 قطريين يحملون الصفة الدبلوماسية، وكان بحوزتهم أجهزة اتصال لاسلكية وأجهزة أخرى إلكترونية، وكانت وجهة القطريين في منطقة الجفرة لغرض الصيد. فهل سنرى إجراءات رادعة وفق ما ينص عليه القانون الليبي، أم أن التجاوز والعفو هو سيد الموقف؟